شروط استكمال مباراة سموحة وبيراميدز بعد إلغائها في الدوري. تتساءل جماهير الكرة المصرية عن مصير مباراة سموحة وبيراميدز على استاد الإسكندرية في إطار لقاءات الجولة 28 من بطولة الدوري، والتي قرر حكم المباراة محمد سلامة تأجيلها لوقت لاحق بسبب وقوع حريق في المدرجات في إحدى الغرف الخاصة بلوحات الكهرباء، لتتوقف المباراة بسبب توقف كشافات الإضاءة في استاد الإسكندرية. وتوقفت المباراة بعد مرور 5 دقائق من الشوط الثاني بسبب وقوع حريق في إحدى الغرف الخاصة بلوحات الكهرباء، لتتوقف المباراة بسبب توقف كشافات الإضاءة في استاد الإسكندرية. ووصلت عدد من سيارات الإطفاء للاستاد الإسكندرية للسيطرة على الحريق الذي اندلع بالمدرجات، وانطفأت الإنارة بأغلب جوانب الاستاد بسبب الحريق. وتنص اللائحة على استئناف المباراة من الوقت الذي توقفت فيه، أي أن المباراة سيتم استكمالها من الشوط الثاني في الدقيقة 49 وبنفس اللاعبين الموجودين قبل إلغائها داخل الملعب وبالظروف التي ألغيت فيها، حيث كان سموحة يلعب منقوصا عدديا ب10 لاعبين بعد طرد الهاني سليمان، ليكمل سموحة المباراة ب10 لاعبين. وكان الشوط الأول قد انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، وسجل حسام حسن هدف لسموحة في الدقيقة 15 من ركلة جزاء. حاول بيراميدز العودة للقاء وإدراك التعادل، ونجح بالفعل عن طريق فيستون مابيلي في إدراك التعادل في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، لتنتصف المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق. وشهد الشوط الأول تعرض الهاني سليمان حارس سموحة للطرد، ليكمل سموحة اللقاء منقوصا ب10 لاعبين. يتصدر بيراميدز جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 62 نقطة، بينما يأتي سموحة في المركز السابع برصيد 39 نقطة.